طمع طاعون اخواني، الله يستر الله يحضر السلامات. هادشي ولينا كنشوف في هاد البلاد، مرة سرقة هنا، مرة حادث هنا، مؤخرا حادثة اللي هزت هاد الأسبوع مدينة الدار البيضاء، الله يحفظ ليا في شكل غريب جدا. إذا نشوفوا معايا بعض مقاطع هاد الفيديو من بعد نتكلموا على التفاصيل شنو حدث بالضبط. أنا المباشر على الحدث 24 العملية ديال الاشتعال ديال 6 الرموكات اللي شعلت فيهم العافية. الغريب في الأمر أن حاميها حراميها، والطمع غتكون قاسية. كذلك الفصل 581 582 583 وتواجهوا سيناريو مرعب هو إحراق. إذا الأمر وما فيه إخواني أن سائق شاحنة قام بإحراق شاحنته لكي يستولي على مبلغ 20 مليون سنتيم بداخلها، ولكي يوهم الرأي العام أو الشركة ديالو بأنه تم إتلاف هذا 20 مليون سنتيم نتيجة الحريق العرضي. لكن الكاميرات التقطت افتعاله لهذا الحريق أو قيام بإضرام النار بشاحنته. لكن الخطير في الأمر أن هذه النيران امتدت ل6 شاحنات أخرى لشركات أخرى وسائقين آخرون. الكاميرا التقطت هذا الفعل الإجرامي، وانتهى به الأمر في مخفر الشرطة القضائية، والأبحاث جارية لتقييم الأفعال المنسوبة لهذا السائق. إذا شنو طاري إخواني، الله يحضر السلامة، شنو هادشي ولينا تنشوفو؟ واش الإنسان مبقاش تيخاف لهاد الدرجة؟ واش الطمع؟ واش مبقاش الخوف من الله؟ دونك هاد الأشياء بحال هاد مثلا هاد الأشياء اللي كتحدث مؤخرا ولات كدعو للتفكير والعودة أن الإنسان يعاود يتفكر ويدبر في شنو الاسباب، ولا شنو تيخلي الانسان انه يوقع في مثل هكذا جرائم، ولا في مثل هكذا اخطاء. واش الابتعاد عن الله؟ واش ولينا لهاد الدرجه؟ ولات الحياه ماديه لهاد الدرجه؟ مبقاش الانسان كيعتبر اشياء اخرى كالاخره، يوم الحساب، الانسانيه كذلك. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. نطلبوا من الله انه يغفر لهذا السيد هذا ويتوب عليه، وإلا كان دار شي جرم يستحق عليه الجزاء ديالو راه غادي يتجازى عليه. أعزائي المشاهدين.